السلام عليكم. صبحك الله بالخير ابو وليد. لو تكرمت مهندسنا الغالي ممكن تعطينا فكرة عن استخراج ماء اللقاح؟ يتم أخذ طلع المذكر وتقطيعه ثم وضعه في كاتم ووضع الماء عليه، ثم يوضع على غاز نار هادئة ومنها نحاسي حتى إلى المكثف كما هو ثلج هذا الآن، الثلج الآن مكثف، ومنه إلى هذا الآن اللي هو حبوب اللي هو ماء اللقاح كما يعلم الجميع. هذا هو ماء اللقاح. تمام. وماء اللقاح حقيقة يعالج كثير من الأمراض، يحتوي على البروتين والكالسيوم ويساعد على الإنجاب. ماء قليل مع العسل يساعد على تنظيم الدورة الشهرية، ينقي الدم من الكوليسترول والدهون الزايدة، وكما أيضا يعالج الضغط والسكري ومقوي للجسم. واستعمالاته يستعمل مياه الشرب، يضع قليلا في مع مياه الشرب كما حوالي 10 ملي في كاس مع مياه الشرب، ثم يشرب. يوضع على الشاي. ممتاز. الآن يوضع على القهوة الآن شوي قليل عشان تعطيها نكهة ويعقمها أيضا. كما هذه طريقة تقليدية كل شخص يستطيع أن يعملها في مزرعته، ويكفي أنها حقيقة أنا ما جبت هالكلام من عندي، كله من الأبحاث ومن الطب النبوي لفوائد ماء اللقاح، ويكفي أنه من هذه الشجرة المباركة اللي هي النخيل أو النخلة. أبو وليد شكرا جزيلا لك.